السلام عليكم. فيديو جديد، فيديو قصير كيف العاده. نحاولوا نطرحوا السؤال اللي هو اشهر سؤال في المغرب هاد الايامات. حنا مقبلين على عيد الاضحى، وهذا النهار اللي كندير فيه الفيديو انا هو 9 من ذو الحجه، يعني غدا العيد الكبير. والسؤال اللي مطروح هنايا المغرب كامل كيطرحوا: شكون هو السبب لغلاء الاضاحي؟ اي سوق كتدخلي له كتجبر الغلا. الحمد لله مؤخرا تسالي الاسواق المجاوره للمدينه ديالنا، اي سوق كتدخل كتجبر فيه الغلا، مستحيل تجبر فيه شي ثمن مناسب. لا الغلا القط كيقول لك 2500 درهم 2600 درهم، تقدر تحاول تشطر معاه يقدر يخليك 2300 2400. وشحال هذه كنا كنجيبوا الحولي 2700 2600 تبارك الله. الحولي كبير اللي كيسوى دابا 5000 درهم. هنا غنتوجهوا للناس اللي ما عندهمش، الاكثريه اللي هما الارامل. كاين الناس ماشي ساهل عليهم يوفروا الاضحيه كل عام، خصوصا الايتام والارامل، لان كتبار الدار الراجل الميت بقات المراه والابناء ديالها. الا تقاتلات وخرجت تخدم ما تقدرش توفر المعيشه. الا كانت كاريه اكثر خصها تخلص الكرا، خصها توفر المعيشه العيال كيبقاو عام كامل كيقراو، هي كتصرف عليهم، كتصرف على المدرسه وكتصرف للداخل. ملي كيجي العيد الكبير ما كتجبر مدعمي، كتحاول تقاتل وتوفر وتشيط باش تمشي للقرنه تحضر شي حولي للعيال ديالها يكون في المتناول، ما كتجبرش. تما كترجع بحالها محطمه. العيال ما كيعرفوش بلي الوالده ما جابتش الحولي او ما عندهاش. الجيران ديالنا خسروا الحولي، حتى حنا خصنا نشريو الحولي. هذا خطا شائع حنا كنعدلوه، لان كنقولوا العيد فرحه العيال. هو قبل ما يكون فرحه العيال هو سنه مؤكده كنتقربوا بها الى الله. قبل ما نشوفوا فرحه العيال خصنا نشوفوا هديه. ما عندك شي ما تكلفش على راسك، عندك الفلوس مشي تشري، ما عندك شي ما تكلفش على راسك. وملي يكون عندك الفلوس تشري قد الجيم ديالك. مثلا ماشي مثلا عندك 3000 درهم ومشي تشري بها الحول 3000 درهم وتجي للدار ما عندك حتى درهم. هذه نقدر نقولوا كلفتي على راسك. حاول تشري قد الاستطاعه ديالك. واخا كنقولوا السوق غالي، الانسان كيحاول يتقاتل ويحضر شي حاجه في المتناول. حنا في المغرب عندنا الفقراء وعندنا الارامل وعندنا الايتام، وشكون اللي قايم بهم الله يجازيهم بخير هما المحسنين. نقدروا نقولوا المحسنين كيعيدوا لواحد 15% من المغاربه. المحسنين كاين هنايا وكاين خارج ارض الوطن، كيحسوا باليتامى وكيحسوا بالناس اللي ما عندهم شيء، وكيصيفطوا البركه شي جمعيه او للناس ديريكت او شي واحدين كيكونوا مكلفين كيسردوا من الفلوس، هما كيتسخروا كيديو المسخره ديالهم حتى للدار. كيفرحوا الايتام، كيفرحوا ديك المراه اللي عندها ديك الايتام، لانها كتقول ربي جاب لي الرزق ديالي حتى ليدي. وعلى سبيل المثال غير هنا قدامنا ماشي بعيد في المدينه ديالنا، انا كنعرف جوج د الناس. كنعرف الدراري شويه اليوم عندهم يوتيوب، الناس دريهم تقريبا كاملين كيعرفوهم. كنعرف الصديق والخطيب موسى هو خطيب ديال الجمعه. كان دار واحد المبادره باش يديرها غير باللعب، قال نجمعوا 20 درهم الواحد ونحاولوا نفرحوا واخا غير الاسر. وتبارك الله عليه وصل 33 اسره، 33 حاول يشرا وفرقوا على الناس. 33 شفتها البارح، يقدر يكون وصل اليوم غالبا طلع يشري، يقدر يفوت 33. دراري شويه كذلك حتى هما عندوا واحد المبادره، قالوا اللي عندهم الفلوس يصيفطوا لنا الفلوس وحنا نتكلفوا ونشريو للناس. الحمد لله الناس كيثيقوا فيهم لانهم الناس معقولين، وشراو 25 حولي. وقبل تلاقيت معاهم وقالوا لي طالعين يشريو يقدروا يزيدوا يفوتوا 25 حولي. هذه في المدينه ديالنا، مدينه صغيره، شوف تبارك الله شحال حضروا فيها ديال الحوالات، وكيقصدوا الارامل والايتام. لهذا كنقولوا شكرا للمحسنين الله يجازيهم بخير. حتى هاد الناس اللي كيديروا هاد البادره كيكونوا هما الواجهات ديك المحسنين. كاين بعض المحسنين ما كيبغوش يعرفوهم الناس، كيحاولوا يتواصلوا مع جمعيات او مع الدراري بحال هادو باش حتى واحد ما كيعرفهم. والسؤال المطروح هو شكون السبب ديال الغلاء؟ لان ملي كنمشي للكورنا شنو كيقول لك العلف غالي، ولكن كتبقى تشطر معاه كيقول لك لا. مثلا على سبيل المثال كتبقى تشطر معاه في الحولي كيقول لك لا انا الحولي هذا 2500 ما كافينيش والله ما مسلكني، كيبدا يحلف. لكن كتزيد تزير عليه كتبغي تمشي بحالك كيقول لك لا يربح. اذا كنت كتكذب ملي كتقول ما مسلكنيش. حنا ماشي كنقولوا الفلاحه ما عندهم والو، ولكن كنقولوا الحكومه هي كلشي. حتى الفلاحه والكسابه والشناقه والناس اللي كيبيعوا الاضاحي حتى هما عندهم يد في هذا الغلاء. حتى الحكومه ما خرجتش فسرت للناس باش تقول لهم شنو هو السبب ديال الغلاء. الشعير غالي او داك الشيء اللي كياكلوا الحواله غالي، خصها تفسر للناس. حنا ما غنعرفوش قد الحكومه، ولكن خاصها تخرج وتفسر للناس شنو هو سبب الغلاء. اولا تخرج تعمل واحد النظره في الاسواق وتشوف الحاجه اللي مستاهل اللي ما تستاهلش. ماشي انت القط كيقول لك 3000 درهم ما غادي تبدا له. حشم تجيبو للدار تقول هذا شريته ب 3000 درهم، تقدر تشري ب 3000 درهم وتجي للدار تقول له شريته ب 1000 درهم، لان تحشم. حاولت ندردش معكم شويه، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. الا كنت كتفرج من فيسبوك هذا يوتيوب ديالي، الا كنت كتفرج من يوتيوب هذا الفيسبوك ديالي، حاولوا تابونوا في القناه وديروا متابعه في صفحه الفيسبوك. الله في راسكم.